الاخوان نتمنوا تكونوا مزيانين. اليوم غنهضر على المقابله ديال الجزائر والمنتخب نيجيريا. المقابله اللي البارح كانت صراحه الاعلام الجزائري اللي كان داير بالباله في القنوات ديالو، يعني في الباطوات ديال الاعلام الجزائري، كيقولوا بان المقابله كان فيها مشكل ديال التحكيم. كان واحد اللقطات يعني كانوا اخطاء تحكيميه، ولكن المنتخب الجزائري اصلا ما دخلش المقابله، ما لعبش كره، يعني جاوا ودخلوا لعبوا باردين. يعني نيجيريا كانت قويه عليهم، حتى في يعني نشوفوا التسديدات اللي تسدوا الناس ديال الجزائر، يعني ما صفر محاوله. يعني نيجيريا لعبت الكره واستحقت تفوز، ولا داعي لاننا نجبدوا التحكيم، نجبدوا الرجال، نجبدوا الاتحاد الافريقي. يعني كان مشكل في المنتخب الجزائري اللي هو انه كان عنده واحد المشكل ديال التكتيك، مشكل تكتيكي، مشكل تقني، وما لعبوش كره. والكره اللي كيلعبها كتعطيه. يعني كون كان الناس يعني الفريق الجزائري الا لعب كره وماركا وراه ما يمكنش حاجه يديروا الحكم. ولكن نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى من الشعب الجزائري يحاول مره اخرى يبدا يشوف يعني الجانب التقني والجانب التكتيكي، عاود يبقى يشوفوا الجانب ديال الحكام والجانب ديال المؤامره، لان هادشي هذا راه صراحه راه تيخلي الواحد يضحك على هادشي هذا. شكرا جزيلا لكم.